الالعاب دي افضل اختراع تم اختراعه في التاريخ بعد البنات، ومفيش بني ادم ما جربش يلعب لعبه في حياته الا الناس الطيبين دول بتوع زمان والزمن الجميل. والزمن بيتطور وكل يوم نتفاجئ بلعبه تنزل اجمد من اللي قبلها، واحنا كعرب نايمين في البطيخ مش عارفين نعمل لعبه عالميه. وده خلينا نسال سؤال متخلف شويه، ليه احنا كمصريين ما عملناش لعبه الاجانب كده يلعبوها ويقولوا واو اموت انا في الالعاب المصريه؟ بس تبقى غلطان وغبي لو فاكر ان احنا ما عملناش العاب. احنا عملنا لعبه واثنين وثلاثه وكلهم اجمل من بعض. ما انا قلت لكم قبل كده ما ينفعش نسيب حاجه الا ما نحط التاتش بتاعنا فيها. ده حتى البرجر الجيار حط فيه بدنجان خلاه يروح في حته تانية. عايز تعرف راح فين؟ لا ما تقلقش انت حبيبي، مش هقول لك حاجه كده ولا كده. احنا ننزل قاع البحار عند سبونج بوب بنفسه ونساله البتنجان خد البرجر فين. ولا يا شفيق لسه مناخيرك قد البتنجانه. المهم بقول لك الجدع اللي هناك ده بيقول لك ان البتنجان خد البرجر في حته كده. البتنجان اخد البرجر في حته تانية. ما تعرفش فين؟ يا عم خورين عالتين. المهم نرجع لموضوعنا. فانا قررت اخد اغبى قرار في حياتي، وهو اني العب الالعاب اللي المطورين المصريين عملوها، ومش على ستيم كمان، ده على جوجل بلاي، اللي هو نص العابه اصلا تجيب لك شارع رباعي. فاستعد علشان هنشوف كميه عبث في الفيديو ده، ويلا بينا. اللعبة الأولى معانا هي اسمها أبو لا هي بصراحة بداية مبشرة. مين الإنسان العاقل اللي يفكر يسمي اسم لعبة بالاسم الجامد ده؟ ده أنت يخرب بيت جمدانك وروقانك يا جدع. نكمل بس اللعبة علشان ما أقفلش الفيديو من دلوقتي. انا جيت. إيه ده؟ لذيذ ده قوي. مساء الفل يا صاحبي. ده جاي يحرق دمي ياد، انت جاي تحرق دمي ياد، غور عشان احط العصايه دي. أنت بتعمل كده ليه؟ تحس إنها ماريو بس بالمصري. إيه ده أنا بجمع بيبي كمان. انت خدت حاجه من الدنيا يا حسيب؟ لا خد على اللعبه اللي تضحك يا اصلي. أنا نفسي أعرف أنا هستفاد إيه لما أجمع بيبي. يا ابني اطلع يا ابني، انت بتعمل كده ليه؟ انا جماعه لحد دلوقتي 39 بيبيك. خد مطلوب ابو. انا عملت ايه؟ في 3 كيلو برتقال نسينا ناخدهم كده. الحقونا قيسونا. هي اللعبه بتدينا حاجتين، اللعبه بتدينا برتقال وبتدينا بيبيك، وهو بياكل الاثنين يعني ما اعرفش ازاي بجد. يلا يا سيد اقلع. انت هتقرفونا بقى ولا ايه؟ تقرفونا. ايه ده كسبنا؟ ايه ده ثواني، في 2 بيبي لسه ما خدتهمش. يا نهار ازرق نسيت موضوع الاعلانات خالص. بس بجد مطور اللعبه ليه دماغه في حته تانية فعلا، يعني بجد مش عارف هو كان بيفكر في ايه وهو بيعملها. ده بيلقح سمك، اقسم بالله كميه عبث مش طبيعيه. اللعبة التانية بقى ولا حاجة، حرفيا ولا حاجة. تعرف ملك وكتابة بتاع زمان بقت موجودة على التليفون، واللعبة عبارة عن ايه؟ عبارة عن تتوقع هي ملك ولا كتابة وتبدأ. بس كده، ولا اي حاجة تاني، ولا انا استفدت حاجة ولا انت استفدت حاجة. وانا بقلب بقى وبدور على لعبه كمان، لقيت لعبه ثالثه بس معرفش هي مصريه ولا لا. فبصراحه ما حملتهاش، بس ما حملتهاش عشان هي مصريه او لا، انا كنت هحملها والدنيا هتمشي تمام. بس ما حملتهاش لان اللعبه اسمها لعبه احمص. يعني تخيل كده حد جنبي بيسالني انت بتلعب ايه، اقول له انا بلعب ايه. الكاريزما طارت، ما بقاش فيه كاريزما خلاص. اللعبه الرابعه اسمها باليز، وفكرتها انه بيجيب لك حته مزه انما ايه، والمفروض يعني انك تشقطها او تحاول تشقطها بس بطريقه عبثيه شويه. يعني انت عارف جو العيال الدمج بتاع 2017 و2018 اهو، انت بتعيش نفس الجو ده كده ويلا نشقط. طيب احنا نخش كده بطريقه محترمه علشان نعرف نخليها تموت فيا كده وتحبني. فهنقول مثلا دي مساء العنبر، ممكن نحكي على ماسنجر؟ عن تفشلوا. ما ينفعش، ما تيأسش، اوعى تيأس يا باشا. عادي، هي دايما اول حاجه بتحاول تبين نفسها انها قلبها حجر، بس مش عليا طبعا، فهنحاول نتصاحب عليها. هل تقبلين بي للحب؟ عن تفشلوا. كده واضح وضوح الشمس انها مش عايزه تشوف وشك الجميل، بس مش هستسلم، احنا هنخش في الموضوع على طول. تتزوجيني؟ لا. زي الفل، دلوقتي مش نافع اي حاجه، احنا هنعترف ليها بحبنا وخلاص. انا بحبك. عن تفشلوا. تمام، دلوقتي هنتوجه للخطه البديله، وهي اننا نرجع كرامتنا اللي راحت. والموقف ده على فكره اتكرر معايا قبل كده. واول حب في حياتي كان في ابتدائي، وكان في بنت كده كنت بروح المدرسه مخصوص علشانها، وهي عامه ما كانتش معبراني ولا شايفاني اصلا. فانا كنت عايز افتح معاها موضوع باي شكل، علشان انا غبي قلت لها تعرفي ان الاستاذ ده رخم، وقلت يعني في حقه شويه تهزيق حلوين، ولقيتها ما ردتش عليا ومشيت، وفهمت انها هتقولي للاستاذ، فعرفت وقتها اني هتشلوح يا هتعلق. والحمد لله طلع لي فيلي صح وتروقت ترويقه محترمه يعني. لكن هقول لك نصيحه من اخوك الكبير او الصغير
صغير مش عارف بصراحه. لو حصل صدفه في مره من المرات وقعت في حب بنت ورفضتك، اول حاجه تعملها على طول تنزل تلم كرامتك اللي وقعت منك. ده اول حاجه طبعا. تاني حاجه بقى ودي الاهم، ما تتعرفش على بنات اصلا لانها تكون علاقه فاشله. فدلوقتي هنقيم الالعاب، طبعا مش محتاجين تقييم لكن هنعمل اللي علينا. اول لعبه طبعا ويمكن تكون احسنهم هحطها في خانه عادي لانها بصراحه لا جرافيك ولا جيم بلاي ولا اي حاجه. اللعبه الثانيه بقى انا ما اعرفش اصلا ازاي دي لعبه، فبصراحه دي هحطها في المزبله. اللعبه الثالثه طبعا ما جربتهاش فمش هقيمها. اللعبه الرابعه كفكره حلوه وصايعه لكن مش متعوب عليها بربع جنيه، فبصراحه هتبقى اقل من العادي. وكفايه لحد كده لاني حاسس نفسي كرنج وانا بلعب الالعاب دي، واشوفك على خير.